أوجلان ليس مانديلا. نيلسون مانديلا أحد أبرز عمالقة الإرادة والقادة المختارين والشخصيات الأكثر تأثيرا في تاريخ العالم الحديث والمعاصر. أصبح رمزا للسلام والوفاق وأيقونة لهما لنضاله الدؤوب ضد نظام الفصل العنصري. كان ثمار نضاله الحصول على جائزة نوبل للسلام عام 93. منذ فترة طويلة تدار حملة لزعيم حزب العمال الكردستاني باكاكا عبد الله أوجلان على أنه رمز للسلام والحرية والديمقراطية. هذه الحملة جزء من مشروع هادف للمقارنة والمماثلة بين عبد الله أوجلان ونيلسون مانديلا. كون مانديلا أيضا كان مسجونا في جزيرة، لهذا تهدف الحملة إلى إظهار أوجلان كمانديلا من خلال بعض آراء ومواقف أوجلان بشكل عام. المثير للانتباه هو أن أول من شبه أوجلان بمانديلا هو أوجلان نفسه، والآن يحاولون زرع فكرة في أدمغة الكرد وعقولهم مفادها أن أوجلان هو مانديلا الكرد، لكن خطهما ونهجهما السياسي وشخصيتهما وأنشطتهما وأفكارهما متناقضة تماما مع البعض. مانديلا: أنا فخور بعرق الإفريقي. مانديلا زعيم المؤتمر الوطني الأفريقي، كان صاحب فكر ونهج سياسي وهدف واضح. حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 64 عن عمر 46 عاما. كانت مواقفه في المحكمة مشرفة ونبيلة، لم يخجل نفسه أو شعبه، دافع عن حرية السود وحماها. قال خلال محاكمته: قمت بالقيادة بعرق الإفريقي الذي أفتخر به. أنا أفريقي قبل كل شيء، أنا لست شيوعيا، نحن وطنيون أفارقة. أراد مانديلا وطنا حيث يمكن للسود والبيض العيش فيه معا متساويان، ولهذا ناضل وقت الدبلوماسية، لكنه لم يتاجر أبدا بحقوق السود وهويتهم، ولم يساوم عليها ولم يتنازل عنها. خلال محاكمته أوجلان قال 32 مرة: أريد أن أعيش. مواقف أوجلان تختلف كثيرا عن مواقف مانديلا، فعندما عاد أوجلان إلى حضن تركيا عام 99 قال وهو ما زال على متن الطائرة: أريد أن أخدم بلدي، وقال أمي تركية، وأنكر هويته القومية. وما زالت هناك مقاطع فيديو له وهو يقول خلال استجوابه في إمرالي: سأجعل جميع الكرد متعلقين بتركيا، وأريد أن أصبح مقاولا لهذا المشروع. وفي محاكماته الأولى عام 99 قال 32 مرة: أريد أن أعيش، على عكس مانديلا الذي قال خلال محاكمته عام 63: لقد حاربت ضد الهيمنة البيضاء وحاربت ضد الهيمنة السوداء. لقد أحببت المثل الأعلى لمجتمع ديمقراطي وحر يعيش فيه جميع الأشخاص معا في وئام وتكافؤ في الفرص. إنه نموذج أتمنى أن أعيش من أجله وأحققه، وإذا لزم الأمر فأنا مستعد للموت لأجله. فعندما دعا أوجلان حزبه باكاكا في 27 شباط إلى حل نفسه وفسخه، لم يطرح أي مطالب قومية وطنية للكرد، بل حتى لم يقبل بأي حل ثقافي. بينما طالب مانديلا في دفاعه خلال محاكمته ريفونيا بحقوق أمته وشعبه، فقال: أولا وقبل كل شيء نريد حقوقا سياسية متساوية، لأنه بدونها سوف تكون حريتنا منقوصة. بمعنى أن مانديلا لم يتوانى في حقوق شعبه ولم يتنازل عنها أبدا. والقضية الأهم أنه لم يكن هناك شكوك وريب حول نضال مانديلا وحياته الشخصية، فجميع لقاءاته واجتماعاته كانت شفافة أمام أعين الشعب، وكان الشعب على علم واطلاع بها، على عكس أوجلان. فجميع مواقفه بل وعموم حياته وتأسيس تنظيمه بل حتى زواجه ولقاءاته بالدولة مظلمة وسرية ومثيرة للريبة والشكوك. لم يكن مانديلا مسؤولا عن موت أي من رفاقه. قاد مانديلا كفاحا مسلحا، لكنه اعترف بنضاله، فقال خلال محاكمته: لقد كنا عزلا لمدة 50 عاما، لكن هذا لم يجلب لنا شيئا ولم يحقق لنا إنجازا. نعم، كان ثوريا وصاحب نضال مسلح، لكنه في حياته الشخصية كان مسالما ومطالبا للعدالة والمساواة. لم يكن دكتاتورا ولا طاغية،
ولا أنانيا نرجسيا، ولا مسؤولا عن موت أو مقتل إنسان من أجل مصالحه الشخصية. لم يحارب أحدا ضمن أطر المؤتمر الوطني الإفريقي من أجل السلطة والاستئثار بها. لم يستبعد أحدا ولم يأخذ مكانه. كان إنسانا مسالما وهادئا ومتوازنا متواضعا. بينما أوجلان كانت لديه حالة روحية وذهنية مختلفة تماما. كان شخصية مريضة نفسيا. ففي مقابلة أجريت معه في تسعينيات القرن الماضي قال: أنا أقطع رؤوس حمامي التي تشرب الماء والطعام على أيدي الآخرين. هذه كانت شخصيته. فأوجلان كان يقطع حتى رؤوس رفاقه ويغدر بهم مثل هذه الحمائم. وبحسب أقوال أوجلان قتل 15,000 من كوادر بكك على يد الحزب نفسه في عمليات تصفية داخلية داخل أطر التنظيم، وأوجلان وحده مسؤول عن هذا. ففي مدينة بير إلياس بلبنان كان بكك يمتلك مصنعا صغيرا، وكانت هناك براميل تحتوي على حمض الأسيد داخل المصنع. وإذا قتل شخص بناء على تعليمات أوجلان وأوامره كانت عظامه تذاب في هذه البراميل المملوءة بهذا الحمض. نعم، هذه ليست دعاية واتهام، وقد لا يصدق البعض ذلك، ولكن هذه هي إحدى الحقائق. شرع أوجلان بقتل رفاقه وبرر مثل هذه الجرائم من خلال شعارات النضال والثورية. لكن مانديلا لم يقتل أحدا من رفاق دربه ولم يتسبب بمقتله. بينما ارتكب بكك مذابح وسط الوطنيين الكرد المخلصين، فتم اغتيال أمثال فريد أوزون وحسين علي كوندوز على يد الحزب. بينما وصف أوجلان مقتل هؤلاء الوطنيين بأنه صراع أيديولوجي. لكن مانديلا لم يقتل سياسيا أو وطنيا أفريقيا واحدا ولم يتسبب بقتله. أظهر أوجلان نفسه كإله بآلاف الحيل والمكائد، وشرع من أجل نفسه موت الناس. بعد عام 99 أحرق العشرات من الأشخاص أنفسهم احتجاجا على ظروف حياة أوجلان ووهبوا حياتهم له. فبارك أوجلان مثل هذه الممارسات وقدسها، بينما هو بنفسه لم يضرب يوما عن الطعام، بمعنى أن أوجلان لم يقدس طريق الموت لمعارضيه ومعاديه فحسب، بل قدسها حتى لأتباعه ومحبيه. سجن مانديلا مدة 20 عاما، قضى 18 عاما من حياته في سجن روبن. كان يعمل أعمالا شاقة بشكل يومي، من تكسير الحجارة إلى تنظيف زنزانته، بل إلى تنظيف المراحيض. لكنه لم يكشف عن هذا يوما، ولم يجعل ظروف سجنه وزنزانته أو عيد ميلاده وصحته وحياته محل نقاش. لم يمت إنسان من أجل حرية مانديلا الجسدية. لم يأمر مانديلا بقتل أحد من رفاق دربه القدماء وأصدقائه. لم يجعل مانديلا أحدا قرابين على مذبحة سلطته وزعامته. لم يصنع مانديلا السلام مع البيض فحسب، بل صنع السلام مع السود أيضا. لهذا أصبح رمزا للسلام وأيقونة للتعايش، وحصل على جائزة نوبل للسلام. بينما أوجلان بنى زعامة وقيادة لنفسه من خلال موت الناس وصرح من أجساد أبناء أمته. ولو كان طريقه أو نهجه أو مسيرته تشبه مسيرة أحد في العالم والتاريخ فهي تشبه نهج ستالين. بينما كان قريبا جدا من هتلر من ناحيته النفسية والذهنية والمرضية. ولكن من الواضح جدا والمؤكد أن أوجلان ليس مانديلا.